يواصل لقجة استفزاز المنتخب الوطني الجزائري، وذلك بمحاولة التشويش على المنتخب الوطني الجزائري. كواليس مثيرة وراء اختيار المغرب لمباراة الجزائر ضد غينيا. مصادر حصرية تكشف غينيا كانت ستلعب في الكوديفوار، لكن فوزي لقجع قدم عرضا لا يرد. اهلا وسهلا بكم، مساء الخير اخواني الكرام، تحياتي لكل الناس، لكل اخوة الافاضل، مرحبا بالجميع. غينيا تستفز الجزائر وتقرر استقبال الخضر في الزريبة. أكد الاتحاد الجزائري لكرة القدم إجراء المباراة التصفوية بين المنتخب الوطني ونظيره الغيني لحساب الجولة الثامنة لتصفيات كأس العالم بمدينة دار البيضاء المغربية. ففي الوقت الذي يستقبل فيه الخضر على ملعب المجاهد الراحل حسين عيد أحمد بتيزي وزو منتخب بوتسوانا يوم 4 سبتمبر القادم، سيشد أشبال فلاديمير بيتكوفيتش الراحل نحو المغرب لمواجهة غينيا. تصفية كأس العالم 2026 الجولتان السابعة والثامنة: الجزائر بوتسوانا يوم 4 سبتمبر بتيزي وزو، وغينيا يوم 8 سبتمبر بالدار البيضاء. في إطار الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026 سيواجه المنتخب الوطني نظيره البوتسواني يوم الخميس 4 سبتمبر 2025 على الساعة 8 بملعب حسين عيد أحمد بمدينة تيزي وزو الجزائرية. أما في الجولة الثانية أو الثامنة فسيلتقي الخضر بمنتخب غينيا يوم الاثنين 8 سبتمبر 2025 بملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء. وستنطلق هذه المباراة على حدود الساعة 5 بتوقيت الجزائر. وتقرر أن تجري المواجهة بين غينيا والجزائر على أرضية ميدان المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء بتاريخ 8 سبتمبر القادم انطلاقا من الساعة 5 مساء. ويخوض المنتخب الغيني مباراته خارج الديار منذ سنوات بسبب عدم تأهيل أي ملعب داخل بلاده، وهو ما تعود عليه الغينيون الآن، غير أن الخطوة المفاجئة كانت العودة لاستقبال في المغرب مع قدوم موعد مباراة الجزائر بعدما استقبل زملاء غرايسي في كوديفوار خلال 4 مباريات تصفوية، مما طرح العديد من التساؤلات: لماذا يتم اختيار المغرب في هذا الوقت بالذات، مع أن المنتخب الوطني الجزائري أو المنتخب الغيني قد استقبل كل مبارياته في الكوديفوار؟ لقجة وخطة ضرب الجزائر وتدمير المنتخب الوطني الجزائري. تفاصيل أخرى متابعينا الكرام سوف نناقشها في فيديوهات أخرى. لا تنسوا فقط الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ومشاركة الفيديو باش يوصل إلى أكبر عدد من متابعي قناة ترند الجزائر. أهلا وسهلا بكم، عدنا والعود أحمد. متابعينا الكرام لا تنسوا المتابعة ودعم القناة من أجل العودة بقوة.